مناجم، اللي يخدموا في زيزين بيجو رونو، اللي كانوا يخدموا في ورشة البناء، اللي أعادوا بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. الآن دكاترة وإطارات. يا إلهي، يعني عندك دكاترة يا بلال، عندك نواب في البرلمان من أصول جزائرية، كانوا عندنا وزراء من أصول جزائرية، عندنا كذلك رؤساء بلديات. فالجالية الجزائرية أصبحت قوة اقتصادية ضاربة في المجتمع الفرنسي، ويحسب لها ألف حساب. نتمنى فقط من سلطة البلد أن يستغلوا ذلك. نعم، من ناحية اللوبيينغ، وهذا هو اللي لازم الجزائر كذلك تعمل على اللوبيينغ ديالها في فرنسا. إذا المهاجرين الغير شرعيين والمهاجرين الآن في خطر في فرنسا من الناحية القانونية. هو كان تضييق. لا، من الناحية القانونية. إذا جسد هذا القانون سيتم تهجيرهم. إذا جسد هذا القانون كل الجالية وكل المهاجرين في الهوى سواء، ما عدا ربما الآن السؤال مطروح: هل السلطات الفرنسية راح تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا، وبالتالي قال لا أنتم جزائريين، أنتم رانا عندنا معكم يا جماعة اتفاقية، راكم عندكم امتيازات، يعني كي نتكلموا احنا على التجمع العائلي لو جروبمون فاميليال، الاخرين راح نعطيو المعامين، بصح انتم في الاتفاقيه اللي برمناها معكم عندكم سنه فقط. يعني هذا تحفيز كذلك. يعني الجوانب الاجتماعيه الاخرى، الجوانب الاجتماعيه، المساعدات الى اخره، احنا مضينا معكم يا جماعه اتفاقيه. فبالتالي الان السؤال المطروح: هل السلطات الفرنسيه راح تاخذ بعين الاعتبار الاتفاقيه، وبالتالي قال الجزائري عنده حاله خاصه ونتعامل معكم انتم بحاله خاصه، او راح يلوحوهم كلهم في نفس السله وفي نفس وكلهم يعني في نفس الفضاء. نعم، إذا أعتقد أنه طرقنا للقانون بكل جوانبه، حتى مشينا حتى بعد المصادقة عليه وعدم المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة. هذا ما نتمناه بكل صراحة. يعني احنا نتمنى أن يكون يعني قانون عادل بين كل الناس، يعني لأنه هذا الإنسان، احنا في الاتفاقية المبرمة أخي بلال، عندك إقامة في فرنسا 10 سنوات بدون أوراق قانونيا، سلطات البلد يسويوا لك الوضعية تاعك. فاحنا ماذا بينا أنه أبنائنا هذا اللي راهم راحوا له، ولا سيما أبنائنا اللي راهم يعملوا واللي راهم يضيفوا إضافة يعني للمجتمع الفرنسي ولمسة يعني المجتمع من حيث الاقتصاد، من حيث الثقافة، من حيث لا أدري يعني السياحة. يعني الجزائريون تاعنا يا أخي بلال ما همش كلهم يعني مهاجرين غير شرعيين، فبالتالي كاين الناس اللي خدمت. احنا درك فرنسا كي تشوف البنيان وتشوف التشييد هذا يعني في جميع المجالات تاعها، كي تروح لباريس يعني المترو، وتروح للأنفاق، وتروح هذه بسواعد الجزائريين. صحيح. فبالتالي هذه الجاليه راهي تساهم كذلك في الاقتصاد، راهي تساهم في الضرائب، راهي تخلص، راهي عليها كل الواجبات نتاع المجتمع الفرنسي. فنتمنى أن سلطات البلد تأخذ بعين الاعتبار هذه الجاليه، ونحن يعني كبلد لنا أحقية بكل صراحة في هذا المجتمع بحكم الماضي، بحكم يعني الجغرافيا، بحكم التاريخ كذلك. نعم، وبحكم كذلك أن ثرواتنا نهبت من طرف فرنسا لسنوات وسنوات. شكرا لك سمير، شعبنا لك كل التوضيحات وإيضاح. تلتقي بك في موعد أخرى إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، أو خاصة أبناء الجالية وعائلاتهم هنا، أعتقد أنه طرقنا لهذا القانون، خاصة بعد الرسائل التي وصلتني بضرورة فهم أكبر لهذا القانون، لأنه كثير من العائلات خايفة على أولادها هناك، وهذا شيء منطقي. أتمنى السلامة والأمن لكل جاليتنا في الخارج ولكل الجزائريين. ما بقى لي نقول لكم في نهاية عدد اليوم: أدام الله عز الجزائر، حفظ أمنها وستر الشعب. ألقاكم غدا إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم سلام.